هذه انا بحالي بحال كاع البنات. حتى انا كان عندي احلام واماني. من صغري كنت كنحلم نكون من رجال شرطه، كانت اغلى امنيه عندي. فاش جا الوقت وخديت الباك ديالي فرحت بزاف، قلت ما بقالي وما بقى بيني وبين الحلم ديالي غير شويه. صافي واحد الوقت دفعت واحد لي كونكور دفعت ليه، ولكن ما نجحتش. العام الجاي حتاني دفعت ليهم حتاني يعني البوليس، ولكن ما نجحتش. وبقى هكاك في عيني ضروري غادي ننجح. المهم جا واحد الوقت، المهم للاسف كاين بزاف ديال الامور ما كيقدروش عليهم حنا الفقراء. يعني هادشي ديال باش تخدمي مع الدوله. المهم راه بشحال من واحد غادي يكون فهمني شنو بغيت نقصد. المهم واخا هكاك، في 2017 قلت ضروري نمشي نقدم. لقيت دفعت لواحد لابوغاتوار، هذاك لابوغاتوار ديال الدواء. كنا كنديرو كونديسيونمون داكشي ديال لومبالاج ديال الدوايات، ولكن طحت في واحد البوست اللي هو صعيب بزاف. المهم درت معاهم تقريبا واحد الشهر، شهرين وصافي وخرجت، حيت ما قدرتش على هذاك البوست. كان بزاف التماره بلا قياس وكان ثقل. المهم خرجت انا وصاحبتي، ما قدرناش نكملوا في هذيك الخدمه. صافي من تما بدات المعاناه. بداو يعني ما بقيتش لقينا شي خدمه اخرى. صافي قلت شنو غادي ندير، غادي نمشي للمعامل. مشيت للمعامل، هذيك تماره ديال بصح. ولكن قلت شنو غادي نصبر، ما عندي ما ندير. خدمت شحال من معمل، والاغلبيه ديال المعامل في داك الوقت ما كانوش كيخلصونا مزيان. 200 درهم السيمانه ما كانتش كتقضي ليا والو. كنت كنمشي نقضي بها غير دوك الحوايج اللي هما صغار بزاف، ما كنتش كنعاون بها لا راسي لا والديا. ولكن قلت نصبر ونكمل. بقيت بحال هكاك في هذوك المعامل تقريبا من معمل لمعمل، نمشي نبدل هذا نمشي للاخر. يعني كندير غير داكشي ديال التقطاع ونعطي الماكينات، نعطي صحابات الماكينه ندير الفينيسيون لومبالاج وصافي. هادشي اللي كاين. يعني ما كيعطيوناش الماكينه باش نتعلموا فيها ولا شي حاجه، بالعكس هما كيحرصوا عليك باش تخرجي ليهم العادات. المهم بقيت صابره على هاد هكا. واحد شويه بدات المعاناه ديال بصح اللي غدوز تنفخ ليا رجلي بزاف. وانا كنقول لا، غير مع تماره بحال هكا. هانتوما كما كتشوف كنقول غير مع تماره، هادشي اللي كاين. كنت كنجي للدار صافي من بعد من الخدمه، ملي كنخرج من المعمل كنجي كنهز رجلي عادي وصافي. ولكن بدات كتنفخ ليا بزاف بلا قياس. ما بقيتش كنقدر لا نوقف عليها ولا نجلس عليها بزاف. داكشي اللي درت حتى انا. صافي خرجت من تما من هذاك المعمل ومشيت بديت كندوز، يعني بديت كنشوف. مشيت عند شحال من طبيب، ولكن حتى طبيب كيقول لي لا، راه غير الدوره الدمويه ما مقاداش، صافي غنعطيك فانيد، صافي راه غادي هكاك. صافي اخر واحد مشيت عند واحد الطبيب ديال العظم. مشيت لعنده، هو اللي فاش قال لي هذا المرض هذا باللي راه عندك لانفوديم. شي عرق مات، ما بقاش كيخدم، ما بقاش كيدوز لا سيركيلاسيون. ديك اللحظه حسيت براسي باللي صافي الدنيا وقفات عندي. بقيت كنقول شنو غادي ندير وانا محتاجه نخدم، والديا حتى هما محتاجين بزاف. شنو غادي ندير؟ يصاوبوا صافي. دابا انا حسيت براسي باللي تحرمت من بزاف ديال الحوايج، ما بقيتش كنقدر نخدم على خاطري، وما بقيتش كنقدر نلبس على قدي وهكا. يعني رجل تنفخات ورجل لا. والمشكل في هذا المرض هذا ديال الانفوديم هو انه ما كاينش ليه علاج. كاين ضروري خصك تبقاي ديري يوميا الترويض، والترويض غالي بزاف، 200 درهم الحصه. وكاع اللي كاينين هنا في كازا كيقول لك ماشي شي حاجه، ولكن اللي في بوسكوره هما اللي مزيان. وانا بعيده، يعني غادي يكون عندي ترونسبور بزاف وشحال من حاجه. ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا ما بقيتش كنقدر لا نخدم ولا حتى شي حاجه. قلت زعما نعولوا على هاد القناه ديال يوتيوب ساعه والو لا مشاهدات. نتمنى تدعوا معايا يا خوتي وحبابي في هاد نتجاوز هاد المرحله، لان هاد المرض قال لك ما كاينش ليه علاج. ونتمنى ان شاء الله نلقاو ليه العلاج من هنا لقدام ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء، شكرا لكم.